السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النحل وحكايته. منذ آلاف السنين والنحل يعمل بلا كلل، يجمع الرحيق من الأزهار، يصنع العسل ويبني خلاياه المعقدة بدقة مذهلة. هذا الكائن الصغير ليس مجرد حشرة، بل صانع معجزات طبيعية وكنز غذائي وعلاجي للبشرية. من الكهوف المصرية القديمة مرورا بالمناحل التقليدية وصولا إلى المزارع الحديثة والمنظمات العالمية، نكتشف رحلة الإنسان مع النحل وتاريخ العسل الساحر الذي أسر القلوب منذ القدم. النحل في الطبيعة. الملكة، الأم الوحيدة في الخلية، تتحكم في إنتاج الذكور والعاملات، وتعيش عادة من 3 إلى 5 سنوات. أما النحل العامل يشكل الغالبية العظمى من سكان الخلية، يعيش حوالي 6 أسابيع، يقوم بجمع الرحيق، إنتاج العسل، تنظيف الخلية، وإطعام اليرقات. أما الذكور تعيش 1 أسابيع، وظيفتهم التزاوج مع الملكة وليس لديهم لسع. الملكة هي قلب الخلية ونقطة تنظيمها الحيوية، تتحكم في نوع النحل المولود من البيض. بيض مخصب، يولد نحل عامل أو ملكة. بيض غير مخصب، يولد ذكر. عند انخفاض إنتاج الملكة تقوم العاملات بتربية ملكة جديدة عبر تغذية يرقات معينة بغذاء الملكي. الملكة القديمة قد تستبعد أو تقتل إذا قل إنتاجها لضمان بقاء الخلية نشطة وصحية. هذا التنظيم يشبه انقلابا بيولوجيا يضمن استمرار الخلية بكفاءة عالية. عدد النحل في الخلية يقدر من 20 إلى 80 ألف نحلة. أكبر الخلايا التقليدية بها آلاف النحل منحل إنزركي المغرب، الذي يضم خلايا مصنوعة من سعف النخيل والطين ويعتبر إرثا ثقافيا حيا. النحل يقطع مسافات مذهلة يوميا لجمع الرحيق من أزهار متنوعة، وهو عنصر أساسي في تلقيح الزراعي وحماية التنوع النباتي. يقطع النحل أكثر من 60 ألف كيلومتر لإنتاج كيلوغرام واحد من العسل. تستغرق عملية جمع الرحيق وتحويله إلى عسل إلى حوالي 3 أسابيع. النوم عند النحل. حتى النحل العامل رغم نشاطه الدائم يحتاج إلى لحظات من السكون، فخلال اليوم يمر بفترات قصيرة من الراحة تعرف باسم النوم النحل، وهي ضرورية لاستعادة الطاقة ومواصلة مهمته في خدمة الخلية. ولا يقتصر عطاؤه على العسل فحسب، بل يقدم كنوزا أخرى ثمينة نذكر منها شمع النحل، يستخدم في صناعة الشموع الطبيعية ومستحضرات التجميل وحفظ الأطعمة. أما الغذاء الملكي أو حليب العسل أو حليب النحل فهو غذاء فائق القيمة، يستخدم كمكمل غذائي لتعزيز المناعة والطاقة. أيضا هناك سم النحل، يستعمل في بعض العلاجات الطبية لتخفيف الآلام المفاصل والأمراض الالتهابية. البروبوليس أو العكبر مادة طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات، تدخل في صناعة الأدوية
ومستحضرات الطبية. غبار الطلح أو حبوب اللقاح غنية بالبروتينات والفيتامينات، ويستعمل كمكمل غذائي لتحسين الصحة العامة. هكذا يواصل النحل عطاءه بلا انقطاع ليمنحنا من أسرار الطبيعة ما يفوق العسل حلاوة وقيمة. التنظيم عند العاملات تعمل بتلقائية تامة وفق إشارات كيميائية وحاجات الخلية. لا توجد رتبة عسكرية، لكن التعاون الجماعي يحافظ على الكفاءة الخلية ويضمن حماية الملكة واليرقات. أعداء النحل. رغم صغر حجمه، يواجه النحل قائمة طويلة من الأعداء في البرية. نذكر منها الطيور المفترسة مثل طائر الوروار القادر على ابتلاع مئات النحل يوميا، مما يشكل خطرا حقيقيا على الخلايا القريبة من مناطق تواجده. الحشرات والطفيليات، أبرزها حشرة الفارو، طفيلي صغير ينتشر في معظم مناطق العالم باستثناء أستراليا. يلتصق بالجسد النحلة ويمتص دمها، مسببا ضعفها ونشر الأمراض داخل الخلية. وهناك مفترسات أخرى مثل الدبابير وبعض الثدييات الصغيرة، بل وحتى الذئاب التي تهاجم الخلية لتلتهم العسل والشمع. هناك ألوان غريبة ونادرة للعسل والنحل. ليس كل العسل ذهبي اللون كما نراه في الأسواق، فهناك أنواع نادرة تخطف الأنظار. نذكر منها العسل الأبيض بلون يشبه الحليب، يستخرج من أزهار البرية ويتميز بقوام كريمي ونكهة طبيعية نقية. العسل الشفاف نقي وفاتح للغاية، يأتي غالبا من أزهار الأكاسيا أو بعد تصفية دقيقة للعسل الطبيعي. هناك العسل الأحمر القاني، أحمر داكن وكثيف، يشتهر به المغرب واليمن، ويعد من أثمن الأنواع. العسل الأخضر باللون الأخضر الفاتح الزيتوني، مصدره الأعشاب البرية مثل المريمية والنعناع، ونكهته منعشة وفريدة. أما من أغرب ألوان النحل، نحل الألبينو، طفرة جينية نادرة، جسم فاتح جدا وعيون وردية. هذا اللون الغريب نادر جدا وغالبا مرتبط تغييرات جينية طبيعية للنحل. المناحل غبر العصور. المناحل القديمة. المصريون القدماء أول من ربى النحل وهجنه قبل نحو 4000 سنة، واستخدموا جرات فخارية للعسل، وقد وجدت إحداها في مقبرة توت عنخ آمون. وظل العسل صالحا للأكل بعد أكثر من 3000 سنة. أقدم أثر لمنحل في العالم يعود إلى منحل تل رحوف الأردن، وجد قبل 3000 سنة. أما أقدم منحل ما زال يعمل إلى الآن، وقد تأسس سنة 1520، منحل إنذركي المغرب. ينتج العسل الأحمر القاني، ويعتبر إرثا ثقافيا حيا. لمربي النحل جمعية خاصة تدعى الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين، تأسست سنة 1895
مقرها روما إيطاليا، ويجمع النحالين والعلماء من جميع أنحاء العالم. تنظم مؤتمرات كل عامين، ويصدر مجلة علمية باسمها أبياكتا. أرقام مذهلة للنحل. تزور النحلة واحدة من 2000 زهرة يوميا. أطول رحلة للنحل 13 كيلومتر. سرعة الملكة عند الطيران للتزاوج 8 كيلومتر في الساعة. سرعة النحل العامل عند جمع الرحيق تصل إلى 24 كيلومتر في الساعة. والآن نذكر أكبر دول المنتجة والمصدرة للعسل. إنتاج العسل العالمي: الصين بحوالي 500 ألف طن سنويا، تليها تركيا ب96 ألف طن في السنة. أما إيران فتحتل المرتبة الثالثة ب77 ألف طن. أما ترتيب الدول العربية فهو كالتالي: اليمن بحوالي 120 مليون دولار سنويا، تليها المغرب العسل الأحمر ب90 مليون دولار سنويا. أما الجزائر 80 مليون دولار سنويا بتصديرها عسل الزهور البرية. أما أغلى أنواع العسل ففي المرتبة الأولى عسل إلفيش تركيا، يقدر ب10,000 يورو للكيلوغرام الواحد. وهناك عسل الجان أيضا تركيا بحوالي 6,000 دولار للكيلوغرام. أما عسل المانوكا بنيوزيلندا وأستراليا فقد يصل إلى 2000 دولار للكيلوغرام الواحد. النحل ليس فقط مصدر العسل، بل يعتبر أهم عامل في التلقيح الزراعي. حوالي 3/4 المحاصيل العالمية تعتمد على نشاط النحل في تلقيح. في الأخير، من الكهوف المصرية القديمة إلى المناحل التقليدية في المغرب، والمزارع العالمية في أمريكا، والمنظمات العالمية، يظل النحل رمزا للعمل الجماعي والإبداع الطبيعي والصبر. العسل ليس مجرد غذاء، بل سجل حي للتاريخ الإنسان مع الطبيعة، درس في التعايش والإبداع، وجسر بين الماضي والحاضر، ودليل على قدرة الإنسان على فهم أصغر المخلوقات لصنع أعظم المعجزات.